اوعي يكون حد عندك مخاصم حد او زعلان من حد وتقوم انت كمان عايمه على العوم ومخاصماه. والكلام موجه لحضرتك انت كمان. تكون مراتك مثلا زعلانه من واحده، انت تخاصم الواحده دي على خصام مراتك. يعني شكلك ايه او شكلك ايه بقى بعد ما الاتنين دولت يتصالحوا؟ هتروح انت كمان مصالحها او انت كمان مصالحاها. فده غلط جدا يا جماعه، والله العظيم بجد غلط. بيبقى شكل، يعني بيبقى الشكل وحش. يعني انا مثلا هجيبها على نفسي، انا مثلا مخاصمه حد وجت اختي ولا حاجه خصمته على خصامي، فانا في يوم من الايام هصالح الحد دوت، هيبقى اختي برضو هتصالحه عشان انا صالحته. فالمنظر في الاخر ما بيبقاش يعني لطيف خالص بجد. فاحنا عايزين اي حد مخاصم حد انا ما خاصمهوش على خصامه، يا صلح بينهم يا اكلمه عادي لحد ما ربنا يصلح النفوس بينهم وبين بعضيهم. انما خاصم حد على خصام حد ما ينفعش.